واسمعوا هذا الكلام مني، وبالأيام نذكر بعضنا. الأيام القادمة ترى راح تشتد الزلازل. الشيخ أنت ما شاء الله صوت عالم الجيولوجيا. لا 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 أبدا، أنا حسب استقرائي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى العلم الحديث الآن يؤكد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراط الساعة أن تكثر الزلازل. كل ما عم يتقدم الزمان راح تشتد الزلازل. ألا ترون كثرة الإنذارات من حولنا؟ 90% من العلامات الصغرى ظهرت يا عباد الله، ولم يبق إلا القليل. نحن على أعتاب العلامات الكبرى. انظروا ماذا يجري من حولنا، الزلازل بالعشرات بل قل بالمئات، الحرائق من حولنا، الفيضانات، الأمراض، الكوارث، وهذه القبة الحرارية التي عشناها في هذه الأيام، والتي يحذر العلماء من أشد منها في قادم الأيام، من عواصف شمسية ستضرب الأرض. هل هذه الأمور عبث هكذا ظواهر طبيعية؟ لا وربي، إنها إنذارات من الله، إنذارات من الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ لعلهم يرجعون. حتى نتنبه، حتى نستيقظ يا عباد الله. الأمر بات خطيرا. بجوز واحد يقول لك يا شيخ مطول الساعة، بجوز 200-300 سنة ما تقوم يوم القيامة. إذا مت يا ابن آدم قامت قيامتك. خلاص إذا حطوك في القبر قامت قيامتك أنت، ما عاد تعرف شو عم يصير فوق. تمام؟ إذا مت يا ابن آدم قامت قيامتك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.